الملح وما كاش في الحوانت، ماشي عيب عليكم. وسط رمضان تسرقوها. ما تخافوش ربي، ما تخافوش ربي زعماتك هكذايا والله تسرقوا الناس. عيب عليكم رمضان وعواشر. تحية طيبة. الشعب اللي كيرفع شعار النيف نراه اليوم أنفه ممرغ في التراب، وبسبب نظام دولة العسكر، بسبب تبون وشنقريحة، البلاء الذي ابتليت به شمال إفريقيا خصوصا في السنوات الأخيرة. لاحظوا أن هذه الجزائرية ماذا ستقول. الجزائرية تشتكي من غياب الملح اللي كنعتبروها من أرخص المواد المعروضة في المحلات، تكاد اليوم تكون مفقودة في الجزائر. بل أكثر من ذلك غادي تشوفوا طوابير الجزائريين، طوابير رمضان صراحة التي تثير القلق وتثير في نفس الوقت الاشمئزاز، وكتطرح أكثر من سؤال عن مستقبل هذا البلد اللي هو اليوم على صفيح ساخن. الشعب الجزائري يغلي، الشعب الجزائري في واد، ونظام دولة العسكر وإعلامه المأجور وبعض الذباب الإلكتروني اللي كيحاولوا يصوروا بأن الجزائر راهي في مقدمة الدول وبأنها القوة الضاربة، وكيقوموا بتزييف الحقائق وإغراق الجزائريين أو بعض الجزائريين في أحلام اليقظة باتهام المغرب وبأن المغرب راه هو وضعه أسوأ وإلى آخره إلى آخره. كتعرفوا الأسطوانة المشروخة ديال الإعلام نهضة دولة العسكر، ما نحتاجش نعيده مرة أخرى. الجزائر اليوم صراحة بقيادة نظام دولة العسكر وخصوصا هاد التبون والشنقريحة ذاهبة إلى الهاوية لا محالة، وهذا كيأكدوه لنا الجزائريين بأنفسهم يوما عن يوم. سمعوا هاد السيدة وشوفوا ديك المشاهد ديال هذيك الطوابير المفزعة اللي صراحة لا نرى لها مثيل حتى في الدول المنكوبة، الدول اللي كتضربها كوارث اجتماعية، فما بالك دولة الغاز، دولة البترول، دولة العسكر. قارنوها بدول الخليج كي تجدوا الإجابة. الملح وما كاش في الحوانت، ماشي عيب عليكم. وسط رمضان تسرقوها. ما تخافوش ربي، ما تخافوش ربي زعماتك هكذايا والله تسرقوا الناس. عيب عليكم رمضان وعواشر. انا خلعني الخدع والتنوفيق تاعكم، وماشي غير انا جيت ريكلامي تصبح ربي، بصح انتوما ما تخافوش ربي. لا غالب بلدية بالوجداد معروفة في كلش، في السرقة، في الخدع، في الخماج.